أهلا وسهلا فيكم بالفيديو السادس من تحليل وقراءة الروايات بمساعدة الذكاء الاصطناعي المجاني. اليوم أنا حزين لأني من شوي خلصت قراءة رواية عائد إلى حيفا للكاتب غسان كنفاني. الرواية فيها كمية حزن وفيها كمية ألم مسكت قلبي وعصرته عصر. يعني أنا كشخص من سوريا عشت شوي من التجربة اللي مذكورة من الرواية، والرواية أثرت فيني بهذا الشكل، فكيف إذا كان الشخص فلسطيني؟ رواية عميقة بتحكي عن الوطن، معنى الوطن، شو هو الوطن بالنسبة لنا. كاتب غسان كنفاني كتب رواية عائد إلى حيفا في نهاية الستينات، فنحن بنشوف بتفاصيل الرواية تفاصيل حقيقية صايرة يمكن مع الكاتب بشكل حقيقي، مثل انه بينذكر بالرواية بوابة مندلبوم، هي البوابة اللي كانت تفصل الجانب الأردني عن الجانب الإسرائيلي. بتدور أحداث الرواية بالوقت اللي بتنزال هي البوابة، يعني بنهاية الستينات أو فينا نقول تحديدا ب 1967. وهلا بنجي لأحداث الرواية، فانتبه هون في حرق للأحداث. رواية قصيرة من 100 صفحة، يعني فينك تقرأها بجلسة واحدة، ما بتاخذ معك أكثر من ساعتين. من عنوان الرواية عائد إلى حيفا بنعرف إنه القصة بتحكي عن شاب فلسطيني بده يرجع لوطنه وبده يرجع لمنطقته واللي هي حيفا. حيفا هي مدينة بالشمال الفلسطيني بتقع على البحر المتوسط وفي حواليها مروج وجبال، ما أعتقد ممكن يكون في جمال أكثر من هيك لمدينة. الرواية بتحكي عن زوجين فلسطينيين واللي هن سعيد وصفية. سعيد وصفية الشخصيات الرئيسية بالرواية بيكونوا ساكنين بحيفا، ولكن بعد النكبة بعام 1948 بيضطروا وقسرا إنه يتركوا حيفا ويهاجروا لمنطقة ثانية. ولكن مو هون المشكلة الكبيرة، المشكلة إنه كمان بيضطروا يتركوا ابنهم اللي عمره 5 شهور بالبيت بدون ما ياخذوه معهم. بعد ما تمر السنين والأيام حوالي 20 سنة بيقرر سعيد وصفية إنه يرجعوا لحيفا بعد إزالة بوابة مندلبوم. لكن هيك خطوة إنه الشعب الفلسطيني يرجع على بيوته ويرجع على مناطقه ويشوف مناطقه كيف صارت وكيف ناس غرب أخذوا مناطقهم كانت عم تأجج النار بداخله. سعيد وصفية بيكون عندهم الفرصة أكثر من سنة إنه يروحوا ويشوفوا بيتهم بحيفا، ولكن بيكونوا عم يأجلوا هي الفرصة لبعدين، كانوا خايفين يواجهوا كيف بده يكون شكل بيتهم، وين ابنهم، مصير ابنهم، شو صار بابنهم. ولكن بتجي اللحظة الحاسمة اللي بتخليهم يقرروا إنه لازم يروحوا ولازم يشوفوا ابنهم. على الرغم من إنه هن كانوا معتبرينه ميت، ولكن في شيء من جواتهم على قولة الكاتب الذاكرة الخلفية أو الباب الخلفي هو اللي انفتح فجأة. في شيء كان مدفون لسنين طويلة وإجا شيء هيك بسيط حرك الموضوع. بيروح سعيد وصفية على حيفا بيوصفوا لنا الرحلة إنه هن كانوا عم يحكوا طول الرحلة، ولكن لما بيوصلوا على حيفا ما عاد بيقدروا يحكوا، كأنما الكلام راح منهم وكأنما ما عاد في كلمات ممكن تنحكى. بفوتوا على المدينة وفجأة شلال الذكريات ما عاد بيوقف، بصير يتذكر أدق التفاصيل، الرصيف، الشوارع، إشارات المرور، أسماء الشوارع. بمر من جانب المكان اللي حس فيه لأول مرة إنه هو خسر ابنه خلدون. احنا ما فينا نلوم صفية لأنه تركت خلدون اللي هو ابنها لحاله بالبيت عمره 5 شهور، كانت هي خايفة، كانت مرعوبة على زوجها سعيد، فهي نزلت لحتى تدور عليه، فكان هي عندها شعور بأنه هي السبب لضياع الولد. وصلوا قدام بيتهم وخلال هالرحلة بحس حاله إنه ما غاب 20 سنة عن البلد، ما غاب 20 سنة عن بيته. بقرر يدخل البيت ليشوف مين سكن بهذا البيت من بعده. هون التفاصيل الصغيرة قبل ما يفوت على البيت هي اللي حرقت لي قلبي، حسستني إنه أنا ممكن مر بهالتجربة بيوم من الأيام. أنت تكون شخص تارك البلد لسنوات كثيرة وترجع على بيتك بدك تحس بقصة للأشياء الصغيرة اللي أنت ما كنت تشوفها. هون أنا بدي أقرأ لكم من الرواية حرفيا عن هاي التفاصيل. وبدأ يصعدان دون أن يترك لنفسه أو لها فرصة النظر إلى الأشياء الصغيرة التي كان يعرف أنها ستخضه وتفقده اتزانه. الجرس، لقطة الباب النحاسية، خربشات أقلام الرصاص على الحائط، صندوق الكهرباء، والدرجة الرابعة المكسورة، وحاجز السلم المقوس التي تنزلق عليه الكف، والطابق الأول حيث كان يعيش محجوب السعدي وحيث كان الباب يظل مواربا دائما، والأطفال يلعبون أمام الدار دائما ويملؤون الدرجة صراخا، إلى الباب الخشب المعلق المدهون حديثا والمغلق بإحكام. وضع إصبعه على الجرس وهو يقول بصوت خافت: غيروا الجرس. هاي التفاصيل الصغيرة اللي بتفرجينا عن التعلق بالمكان. ممكن هاي التفاصيل الصغيرة ما تعني أي شيء لشخص ثاني عم يسمع هذا الكلام، ولكن لصاحب هذا البيت أو لصاحب هذا المكان ممكن تعني الكثير. تلاقي امرأة بولندية يهودية ساكنة من البيت مستأجرته من الوكالة اليهودية. لما اجت مريم وزوجها بدهم يسكنوا بالبيت فلقوا ولد عمره 5 شهور واللي هو خلدون، ولكن خلدون ما عاد خلدون وإنما صار اسمه دوف. مريم كانت خايفة من هي اللحظة بأنه يرجع سعيد ومرته لبيتهم. الامرأة البولندية مريم بتخليهم يفوتوا على البيت لأنه هي كانت متوقعة زيارتهم، لأنه كان في ناس كثير عرب عم يرجعوا لبيوتهم، عم يرجعوا يشوفوا بيوتهم. هون ببلش صراع الهوية، هل خلدون فلسطيني أو هو يهودي؟ بنشوف كيف سعيد وصفية تأثروا لما شافوا بيتهم. بصير يتذكر التفاصيل الصغيرة، الكراسي، الستائر، الطاولة، حتى الريشات السبعة اللي كانوا موجودين على الطاولة بيتذكرهم، وحتى انه بينغاض انه كان في 2 من هدول الريشات ضايعين وانه هن حاليا بس 5، فبيستنوا ابنهم خلدون ليرجع، ولما بيرجع ما بيتعرف عليهم ابدا وانما هو صار شخص جديد عم يقاتل للقضية اليهودية. بنشوف انه الهوية ما بس هي لحم ودم وانما هي تربية. بهاللحظة لما بيخيب امله لسعيد
سعيد انه ما لقى خلدون اللي كان بباله، بيتذكر ابنه خالد اللي ما شاف فلسطين ابدا ولكن فلسطين بتعني له الكثير. هو سعيد ابوه لخالد اللي كان مانعه لخالد من الالتحاق مع الناس اللي بدهم يحرروا فلسطين، فحس بخيبة الامل انه استخدم الابوة كحاجز لهيك نوع من التصرفات. كان متمني انه لما بيرجع على البيت ما يشوف خالد بالبيت وانه يكون خالد خالف رايه وراح مع جماعة تحرير فلسطين. سعيد بعد الجدال اللي صار بينه وبين خلدون عن القضية فكر يا ترى شو هو الوطن؟ شو هو الوطن بالنسبة لخلدون هذا اللي عاش فيه طول حياته ولكن عم يقاتل مع الجانب الثاني؟ شو هو الوطن بالنسبة لخالد اللي ما شاف الوطن بحياته ولكن بيعني له الكثير؟ شو هو الوطن بالنسبة له لسعيد بحد ذاته؟ وهون سعيد بيسأل مرته صفية ما هو الوطن؟ سألت ما هو الوطن وكنت أسأل نفسي ذلك السؤال قبل لحظة. أجل، ما هو الوطن؟ أهو هذان المقعدان اللذان ظلا هنا في هذه الغرفة 20 سنة؟ الطاولة، ريش الطاووس، صورة القدس على الجدار، المزلاج النحاسي، شجرة البلوط، الشرفة. ما هو الوطن؟ خلدون أوهامنا عنه، الأبوة، البنوة. ما هو الوطن بالنسبة لبدر اللبدة؟ بدر اللبدة هي شخصية كانت موجودة بالرواية، هلا بحكي لكم قصتها. ما هو الوطن؟ صورة أخيه معلقة على الجدار، إنني أسأل فقط. ومرة جديدة ومفاجئة أخذت صفية تبكي وتجفف دموعها. بدر اللبدة هو شخص استشهد في سبيل القضية الفلسطينية. أخوه فارس اللبدة لما بيقرر يرجع يزور بيتهم بيقرر إنه بده يشوف صورة أخوه بدر اللبدة اللي كانت معلقة على الحيط واللي ما قدروا ياخذوها معهم لما هاجروا برا فلسطين. لما بيرجع على البيت بيلاقي شخص فلسطيني ساكن ببيته، بالقوة بالاعتقال بالإجبار ما رضي يطلع من فلسطين كلها، فاضطروا إنه يأجروه هذا البيت. فهذا الشخص المستأجر الموجود بالبيت لقى صورة بدر اللبدة اللي معلقة على الحائط واللي هو مستشهد، لقى فيها المواساة. لما شاف فارس اللبدة أخوه لصاحب الصورة الموجودة على الحيط قدامه على الباب فدعا له يفوت لجوا البيت. فلما فات فارس جوا البيت أول شيء شافه هو الصورة المعلقة على الحائط، وتذكر وقت استشهد أخوه بأنه أمه قامت كل الصور الموجودة على الحيط وعلقت صورة أخوه مقابل الباب. من هذيك اللحظة فاحت ريحة الحداد بالبيت. لما أخذ صورة أخوه ترك وراها فراغ أبيض على الحيط. أنتم بتعرفوا لما بتقيموا شغلة صار 20 سنة بمكانها كيف بيكون الشكل وراها؟ تركت فراغ مخيف جدا. بعد ما أخذ الصورة من بيتهم بحيفا وهو راجع ليافا حس إنه هي الصورة مو إله بعد، حس إنه هي الصورة ما عاد هو بيملكها، هي الصورة ما عاد له الحق إنه ياخذها، فقرر إنه يرجع ويرجعها. لما بيرجعها فالشخص اللي كان ساكن بالبيت بيقول له إنه أنا ما قدرت أتخيل البيت بدون هي الصورة، حسينا بفراغ كبير أنا وزوجتي إنه الصورة ما عادت موجودة بالبيت وإنه البيت ناقصه شيء أساسي. فلهيك لما سعيد كان بيتساءل عن الوطن يا ترى شو هو الوطن؟ الوطن بالنسبة لسعيد هل هو نفس الوطن بالنسبة لفارس؟ فارس اللبدة اللي كان شايف الوطن بإنه هو صورة أخوه اللي معلقة على الحيط وإنه هو لازم يرجع ياخذها، بينما سعيد اللي كان شايف الوطن بأنه هو ابنه اللي راجع يستعيده من أول وجديد. ولكن لما سعيد حس بخيبة الأمل وإنه ابنه نكره كمان لاحظ إنه مو بس ابنه عم ينكره، كمان البيت عم ينكره، البيت ما عاد لإله، الوطن كله عم ينكره. وبنهاية حواره مع ابنه خلدون اللي صار اسمه دوف بيشوف إنه الوطن أكبر من التفاصيل الصغيرة اللي كان متعلق فيها بالبداية، بيشوف إنه التفاصيل اللي أثرت فيه بالبداية اللي حكيت لكم عنها إنما هي صارت تافهة بالنسبة له بعد الشيء اللي صار معه. وهون خليني كمان أقرأ لكم حرفيا كيف انذكر بالرواية. وفتش عن فلسطين الحقيقية، فلسطين التي هي أكثر من ذاكرة، أكثر من ريشة طاووس، أكثر من ولد، أكثر من خرابيش قلم رصاص على جدار السلم. وكنت أقول لنفسي ما هي فلسطين بالنسبة لخالد؟ إنه لا يعرف المزهرية ولا الصورة ولا السلم ولا الحليصة ولا خلدون، ومع ذلك فهي بالنسبة له جديرة بأن يحمل المرء السلاح ويموت في سبيلها. وبالنسبة لنا أنا وأنت، يقصد صفية، أنا وأنت مجرد نفتش عن شيء تحت غبار الذاكرة، وانظري ماذا وجدنا تحت ذلك الغبار، غبار جديد. أن دوف هو عارنا ولكن خالد هو شرفنا. لما بيترك ابنه خلدون وبيطلع برا البيت هو وصفية بيلتفت لعن صفية وبيقول لها أتعرفين ما هو الوطن يا صفية؟ الوطن هو ألا يحدث هذا كله. وأنتم يا ترى بالنسبة لكم شو هو الوطن؟ هل هو بيتكم؟ هل هو شارعكم؟ هل هو الناس اللي بتعرفوها؟ هل هو قضية؟ هل هو انتماء؟ يا ترى شو هو الوطن؟